بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله تعالى. النهاردة هنتحدث في هذه الحلقة عن أسباب عدم قبول الدعاء. توجد جملة من الأسباب التي تحول دون قبول الله سبحانه وتعالى دعاء عبده، ويأتي بيان أهم هذه الأسباب فيما سأذكره لكم بإذن الله تعالى. أولا، ضعف الدعاء، وأقصد بذلك إساءة الأدب مع الله تعالى أو الدعاء باسم أو أمر محرم، إن الإنسان يدعو بإثم أو يدعو بأمر محرم أو غير ذلك من أوجه الاعتداء، زي مثلا الدعاء على النفس بالموت، أو الدعاء بأن يخلد الإنسان في الدنيا، أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني من أسباب عدم قبول الدعاء ضعف نفس الداعي وقلبه، وذلك إما بإساءة الأدب مع الله تعالى كما هو الحال عندما يدعو المرء بصوت عالي، أو ضعف في الإقبال وصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كأن يدعو المرء لفظا، يعني يدعو بلسانه دون حضور قلبه، أو يدعو الله سبحانه وتعالى مستغنيا عنه، أو تكلف البكاء دون صدوره من القلب أو الشعور به. ومن الأسباب أيضا استعجال إجابة الدعاء، استعجال إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء أو التوقف عنه. أيضا من الأسباب أكل المرء للمال الحرام، أكل المرء للمال الحرام، إذ يعد هذا السبب من أكبر موانع إجابة الدعاء. ومما يدل على ذلك ما جاء في معنى حديث أبو هريرة رضي الله عنه بأن رجلا كان مسافرا، والسفر من الأمور التي تعين على إجابة الدعاء، ولكن الله تعالى لم يستجب له لأن مأكله حرام ومشربه حرام. والسبب الخامس تعليق الدعاء، زي مثلا كأن يقول الداعي اللهم ارحمني إن شئت، فالصواب هو الإلحاح في الدعاء مع اليقين بالإجابة. والسبب السادس هو الوقوع في الأمور المحرمة مثل البدعة والوظائف المحرمة وغير ذلك. فهذه 6 أسباب بتكون سبب في منع تكون سبب في عدم قبول الدعاء. وهذا ما أردت أن أبينه لكم في هذه الحلقة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.